نرجع للطلبة. الطلبة ناوي غير نية الموسم الجديد، تعاقدات على مستوى عالي، يبدو أن الطلبة رايح للدوري. طالع لهم ورث. استلمتوا السلفة وطالع لكم ورث على الله قولتك. يقولون ورث. ورث. بس هذا ورث هواي. ايش قد فلوسكم السنة؟ زينة؟ والله اعتقد يعني هي الدعم يبدا من الوزاره، يعني كل وزاره بها استقطاعات. الطلبه اعتقد كان ماكو استقطاعات من الموظفين. بس لما نجى الدكتور علي حميد الموسم اللي راح يعني بدا ياسس استقطاعات، يعني جابوا يا بالاداره اعتقد رؤساء جامعات. صحيح. يعني بهم آلاف الموظفين، إذا يقطعون شيء بسيط ميزانيته ترجع للناس، يزيد الورث. يزيد. فأعتقد يعني هذا السبب. هذا الورث راح يجيب دوري للطلبة ولا ما يجيب؟ وهو التخطيط مو الورث. والله التخطيط أهم من إذا ما عندك فلوس وتخطط ما تقدر تسوي شيء، بس تخطيط ويا أموال ممكن توصل لنتيجة. هسه أنت عندك دوري وكاس كل موسم. صحيح. العام الكرك فريق مجامير أخذ الكاس. صح. لأن استقروا على نفس اللاعبين ونفس الكادر، وتخطيطهم كان للمستقبل. صحيح. أنا أقول لك التخطيط أهم من اللاعبين، هي مطلوبة. أنت إذا تريد دوري تجيب لاعبين على مستوى عالي ومحترفين. الأهم اللي صارت ويا الحدود يعني فريق جيد، محترفين شالوهم. صحيح. احنا هسه جاي وقعون يعني لاعبين زينين، بس انا اقول لك المحترفين لازم يصيرون افضل من الموجودين، يلا تقدر تنافس على الدوري. والله وجهة نظر صحيح. الشرطه هسه يعني اللي يصنع الفارق مالتهم المحترفين. زين، لحد الآن المضمون من توقيع لاعبين جدد للطلبة منو؟ والله ما اعرف. كرار نبيل؟ يعني هم جاي ينشرونهم بس.